الحسن الثاني أسكنه الله فسيح جناته. ويأبى جلالة الملك محمد بن الحسن وشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلا أن يحمل جثمان والده إنها أيها الإخوة المواطنون لحظات حزينة نعيشها اليوم هنا في المغرب وفي كل مكان من المعمور، ونحن نودع الملك الراحل ونتذكر جهوده في خدمة بلده وفي خدمة السلام. والسيد ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني أكد أمس لدى وصوله على أن فقدان جلالة الملك الحسن الثاني هو فاجعة كبرى للعالم وللشعب الفلسطيني. لم يدخر جلالته أي جهد من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط. لم يدخر أي جهد من أجل إحلال سلام عادل وشامل بمنطقة الشرق الأوسط، ولم يدخر أي جهد من أجل إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني العربي. اتباعا يصل إلى القصر الملكي بالرباط الشخصيات العالمية التي جاءت لتشاركنا في هذا المصاب الجلل. لقد كان رحمه الله من القادة الأفداد، كان رحمه الله من رجالات الإسلام العظام، وكان رحمه الله من حكماء العالم في هذا العصر. لقد كان رحمه الله من بناة نهضة العالم الإسلامي، وكان من الرواد المؤسسين للعمل الإسلامي. ويكفي أن نشير إلى عدد المؤتمرات العربية والإسلامية
التي احتضنتها بلادنا لنتأكد من الدور الذي كان يلعبه جلالته رحمه الله على الساحة العربية والإسلامية من أجل لم الشمل العربي، من أجل نصرة القضايا الإسلامية، وفي مقدمتها قضية القدس الشريف. ألم يكن جلالته هو رئيس لجنة القدس؟ الرئيس الموريتاني السيد معاوية والسيد أحمد الطايح يدخل القصر الملكي ليقدم تعازي الشعب الموريتاني الشقيق فيما تصل وفود أخرى لنفس الغاية. كما قلت قد دافع رحمه الله دائما عن القدس الشريف، وكان نصيرا للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني المشروع. كان مدافعا امينا عن حقوق الامة الاسلامية، عن مصالحها العليا. كان رحمه الله مساندا لقضايا التحرر ولقضايا التقدم والتنمية في كل البلدان الإسلامية. فرحمك الله يا حسن يا أبا الأمة المغربية. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته. وفد من باكستان جاء بدوره ليشاركنا آلامنا. لقد غصت منذ أن سمع المواطنون خبر الفاجعة، غصت عاصمة المملكة بآلاف المواطنين والمواطنات جاءوا من كل حدب وصوب ليلقوا آخر نظرة على جلالة المغفور له الحسن الثاني. لا يمكننا هنا أن نذكر خصال الراحل، فهي كثيرة ولا تحصى. وفد المملكة العربية السعودية يتقدمه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني برئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، وإلى جانبه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
يحملون تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وتعازي الشعب السعودي الشقيق الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقد أشاد دائما الرئيس بيل كلينتون بمواقف جلالة الملك الراحل وبدوره الكبير من أجل سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط. في كل مرة كان يشيد الرئيس الأمريكي بهذه المواقف، وكان يطلب منه رحمه الله الاستشارة في العديد من القضايا التي تدفع بمسلسل السلام إلى الأمام. بيل كلينتون وعقيلته بالقصر الملكي. الرئيس الأمريكي يرافقه وفد هام يضم أيضا الرئيس السابق جورج بوش، ويضم جيمس بيكر وزير الخارجية السابق، وكريستوفر وزير الخارجية الأسبق، كما يضم عددا من السفراء الذين كانوا معتمدين هنا لدى صاحب الجلالة الراحل. إن العالم سيتذكر في كل لحظة هذا الرجل العظيم، هذا الرجل العظيم الذي أفنى حياته من أجل سعادة شعبه، أفنى حياته من أجل السلم والسلام. جلالة المغفور له الحسن الثاني يعمل من أجل السلام، وديفيد ليفي وزير الخارجية يعرف أيضا كيف كان الراحل يعمل من أجل السلام. والرئيس الإسرائيلي وإلى جانبه رئيس الوزراء يهود باراك كانوا أيضا يعرفون جهود جلالته من أجل إحلال سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط. لقد كرس رحمه الله حياته ليل نهار من أجل هذا السلام، من أجل هذا السلام. القمم العربية التي دعا إليها رحمه الله كانت كلها تدعو لهذا السلام. القمم العربية وما أكثرها كان خلالها رحمه الله يدعو إلى لم الشمل العربي
إلى توحيد المواقف العربية لمواجهة كل التحديات. القائد الرائد الذي بنى وشيد وواجه المحن إلى جانب والده من أجل أن يعيش المغرب حرا أبيا، من أجل أن يكون كل فرد من أفراد شعبنا رافع الرأس. نعم أيها الإخوة، هنا في المغرب في كل أنحاء العالم لقد عرف ملكنا الراحل كيف يسير بالمغرب وكيف يرقى بالمغرب ليحتل المكانة التي كان يريدها له رحمه الله.